السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات شمس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوى ديال لاكريم بمذاق ديال الحامض اللي كتجي لذيذه بزاف وكذلك سهله، ما فيهاش المقادير بزاف، بسيطه، وحتى في طريقه التحضير ما كاين ما سهل منها. تقدروا توجدوها لوليداتكم هكا في شي حفله او في عيد ميلاد او في راس السنه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير ديال هذه الحلوى ديال لاكريم. غادي ناخذ البول وغادي نوضع فيه جوج ديال البيضات يكونوا بحراره ديال المطبخ. غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر سنيده قياس العنبه. غادي نضيف عليهم كيس ديال سكر الفاني وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كيذوب ليا هذاك السنيده مع كتجانس ليا مع البيض. في هذه المرحله نخلطوا مزيان هذاك السكر مع البيض. غادي نضيف عليه نص كاس ديال الزيت، نفس الكاس اللي عبرت به السكر هو اللي غادي نعبر به الزيت وهو اللي غنعبر به الحليب. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، غادي نخلطو حتى هو مزيان، ومن بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب. الحليب حتى هو يكون بحراره المطبخ باش الكيكه كتصدق لينا وكتطلع. وغادي نقسم الكيك ديالي بالقشر ديال الحامض محكوكين. بما ان غادي ندير الكيكه بالمذاق ديال الحامض غادي ندير هنايا القشور ديال الحامض في الكيك. وغادي نزيد جوج كيسان ديال الدقيق الابيض غادي نخلطهم حتى هما. دائما هاد الكيكه كنحتاج فيها جوج كيسان ديال الدقيق. تقدروا يعني تحتاجوا كتر، يعني كتر غير بواحد الملعقه على حسب البيض، على حسب الحجم كما قلت لكم ديال البيض، او على حساب الدقيق واش كيتشرب ولا لا. انا كتكفيني جوج ديال الكيسان. من بعد ما خلطت هذاك الدقيق مزيان مبقاش عندي هذاك التكتلات ديال الدقيق، غادي نضيف دابا جوج ديال الخمارات ديال الحلوى، غادي نخلطهم حتى هما مزيان. اختاريت ندير معكم هاد الحلوى ديال لاكريم غير بالكيك، كتجي ساهله ما فيهاش قوه التعقيدات. وحتى هاد الكيك هذا راه كيجي رائع في حلوى ديال لاكريم، كيجي بنين بزاف منكه بالحامض، كتجي الكيكه هشيشه وخفيفه. صافي، واخر حاجه غادي نضيفها واللي هي الخل اللي كيخلي ليا الكيك ديالي كتجي اسفنجيه ومهويه، كتجي خفيفه ما كتجيناش يعني الكيكه ثقيله. وضعت واحد جوج ملاعق ديال الخل. غادي نخلط الخليط مزيان وغادي نحطه في المول اللي دهناه بشويه ديال الزبده ورشه بالطحين. في هذا الاثناء راني شعلت الفران، يعني غير يدفى غنحط فيه الكيكه ديالي، ما نخليهش بارد ومن يعني ما نسخنوش بزاف. في هذا الاثناء هذه بالضبط شعلته خليته غير يدفى. صافي غادي نوضع الخليط ديالي في المول وغادي نوضعه في الفران على حراره متوسطه. طيبت الكيكه ديالي وضعتها في الفران ديال الغاز الفوق حتى طلعت وشميت الريحه ديالها، عرفتها راها طابت من التحت. هبطتها كملت طياب لتحت وتحمرت صافي وحيدتها. الفران ديال الغاز غتشعلوا عليها 150 حتى 200 درجه الفوق والتحت، دغيا كتوجد. ردوا معاها البال كطيب دغيا، ما كتاخذش وقت كثير. صافي من بعد وضعتها في الفران. غادي نجيب دابا السيرو اللي غادي نسقي به الكيكه ديالي. وضعت فيه كاس ديال العنبه ديال الماء، وهكا واحد جوج مرصيات ديال الحامض وجوج ملاعق ديال السكر سنيده. غادي نخلي هاد المكونات حتى كيغليو مزيان حتى كنحصل على واحد السيرو هو اللي غادي نسقي به الكيكه ديالي. ودابا غادي ندوزو باش غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي نديروا بها الحلوى. احتاجيت فيها كاس ونص ديال الحليب يكون بارد، تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه وضعته في المجمد، هو وهذا الساشي ديال الشونتي وضعتهم بجوج باش دغيا كيطلعوا ليا ما كياخذوش ليا وقت كتير وكينجحوا معايا. صافي غادي نضيف عليه كاس ونص ديال الحليب وغادي ناخذ الخلاط الكهربائي. غادي نخلط هاد الشونتي حتى كنحصل على الكريمه اللي بغيت كتكون عاقده.
بقيت كنطرب فيها حتى الكريمه ديالي وقفات عقادت، حصلت عليها على هذا الشكل هذا. الا كيف ما قلت لكم الا وضعتوا سواء الحليب او لا الساشي ديال الشونتي في المجمد راه دغيا كطلع، ما كتاخذش معنا وقت بزاف، كنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نمونطيو بها الحلوه ديالنا. يمكن لكم هنا في هذه المرحله يمكن لكم تنكهوا هاد الكريمه هذه باي نكهه بغيتوا. انا غادي نخليها غير بحال هكا. صافي من بعد خرجت الكيكه ديالي من الفران جات على هذا الشكل، خليتها حتى بردت تماما. عاد غادي نقطعها، غادي ناخذ واحد الموس وغادي نقطع الجوانب، غير الجوانب فقط، ومن بعد غادي نكمل بالخيط. هذه الطريقه هذه كتجي سهله وما كتهرش لينا الكيكه ديالنا. من بعد ما قطعت الجوانب بالموس غيبقى لي غير الوسط، غادي ناخذها على هذا الشكل هذا الخيط وغادي ندخلو ما بين طبقات بجوج، ومن بعد غادي نخالف الخيط باش كتقطع ليا يعني هذيك الكيكه ديالي كتقطع على طبقات متساويين. هاد الطريقه هذه كتجي زوينه وكتسهل علينا باش نقطعوا الكيكه. تقدروا ديروها حتى في لاجينواز الا بغيتوا تقطعوا لاجينواز ديالكم على 3 اولا على 2، استعنوا بهذه الطريقه حتى هي كتجي زوينه. وكذلك غادي ناخذ الموس وغادي نحيد هذاك الزائد ديال الكيك ديالي باش كتجيني الكيكه طبقات متساويين، حتى ملي كنوضع فيها الكريمه كتجي متساويه وكتجي مفينيه مزيان. من بعد ما قسمتها كنحصل على هذا الشكل هذا. غادي نقسم الكيك ديالي على جوج. غادي ناخذ الطبقه الاولى اللي غادي نوضع تحت منها ورق المطبخ باش كتسهل عليا المأموريه باش نهزها. من بعد غادي نجيب هذاك السيرو وغادي ندهنها مزيان باش الحلوه ديالي من بعد ما كتجينيش ناشفه. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الشونتي وغادي نوضعها وغادي نحاول نقادها مزيان، نقاد ليها الوجه ديالها يجي مستوي كامل. صافي من بعد ما قاديتها غادي ناخذ الطبقه الثانيه ديال الكيك وغادي نقلبها، ما غاديش نوضعها على الجهه الفوقانيه، هذيك الجهه التحتانيه هي اللي غادي نوضعها على الفوق بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب السيرو حتى هي غادي نسقيها مزيان، ما نخليهاش ناشفه باش من بعد كتجيني الكيك ديالي كتجيني رطبه. غادي ناخذ واحد الكميه من لا كريم غادي نوضعها هنا الفوق، غادي نغلف بها الحلوه ديالي كامله، واحد الكميه غادي نحتفظ بها باش من بعد غادي نزوق بها الحلوه ديالي من الفوق. من بعد ما قديت الحلوه ديالي فينيتها مزيان لا من الجوانب ولا من الفوق، يعني واخا تبقى واحد شويه بحال هكا ماشي مشكل، كلشي غادي يتغطى. غادي ناخذ الكاوكاو اللي قليته وهروشته، حصلت على هذا الشكل هذا. غادي ندوزو في الجوانب كاملين. تقدروا هنايا ديروا الفويتين الا ما بغيتوش الكاوكاو. هذاك الشيء ديال الكاوكاو اللي كيطيح لنا في الجوانب غادي ناخذ واحد الملعقه وغادي نهزو، غادي نبدا نلصق فيه حتى كنفيني هذوك الجوانب مزيان وكيكونوا مقادين. الحلوه ديالي قاديتها مزيان فينيتها، غادي نوضعها دابا في المجمد تقريبا واحد الساعه حتى كتشد في راسها، حتى لساعه ونص. غادي ندوز دابا باش غادي نوجدوا هذاك الجيلي الفوقاني اللي غادي نزوقوا به الحلوه. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي نوضع فيها كاس ديال الماء، غادي نضيف عليه نص كاس ديال السكر سنيده وملعقه كبيره عامره مزيان ديال النشا. غادي نوضع الكل فوق البوطو، غادي نخليهم حتى كيختار ليا الخليط ديالي وكنحيدو من فوق النار وكنضيف ليه النكهه ديال الحامض. بما ان سقيت الكيك ديالي في الاول بالحامض بقيت في هذاك المذاق ديال الحامض.
الناباج ديالي راه طاب واختار صبح على هذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف ليه واحد الملعقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، غادي تعطيني اللون الاصفر. كيمكن لكم نتوما تنكهوا الحلوه ديالكم باي نكهه بغيتو، سواء في لاكريم سواء هنايا في هاد الجيلي اللي غادي نوضع من الفوق، كيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت شاركت معكم النكهه ديال الحامض. كنبقى نخلط مزيان حتى كنحصل على هذا اللون اللي بغيت. صافي غادي نخليه على جنب حتى كيدفى، ما نوضعوش على الحلوه وهو باقي سخون. غادي نخليه حتى كيدفى، نقدر نحط فيه الاصبع ديالي ومن بعد غادي نسكبو على الحلوه من الفوق. الحلوه ديالي خرجتها من المجمد، خديت لا كريم اللي كانت باقا شايطه ليا، وضعتها في هاد البوش، وغادي نزوق الجوانب ديال الحلوه على هذا الشكل هذا. التزيين كيبقى حسب الاختيار، انا اختاريت هاد التزيين هذا بسيط، وانتم تقدروا تبدعوا يعني في التزيين ديال الحلوه ديالكم. صافي غادي نجيب هذاك الجيلي اللي حضرت معاكم وغادي نوضعه من الفوق. غادي نحاول نحطو كامل فوق الحلوه وغادي نقادو مزيان حتى كنحصل على واحد الحليوه اللي تكون فينيه مزيان ومقاده بسيطه، يعني ساهله، ما فيهاش قوه المكونات، ما فيهاش قوه التعقيدات. هادشي اللي بغيت نشارك معكم. وكتجي زوينه، المذاق ديال الحامض كيتواتى مع داك لاكريم، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. غادي نرجع الحلوه ديالي للمجمد، غادي نخليها حتى وكنبغي يعني نقدمها. عاد كنجبدها تقريبا بواحد ربع ساعه، راها كتذوب كتكون واجده. الحلوه ديالي صبحت جاهزه، كتجي على هذا الشكل هذا. زدت زينتها بشويه ديال العقيق، كتجي زوينه بزاف. جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. بسيطه يعني اللذه ديالها في البساطه ديالها، سهله في التحضير ديالها، وحتى المكونات ديالها بساطين. نفرحوا بها وليداتنا. بعد مرات كنحتاجوا حليوات هكا اللي يكونوا ساهلين وخفاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم، واكيد الا عجبتكم ما تنسونيش من تشجيعاتكم. خليوا لي لايك ديالكم، ولاول مره كتشوف القناه كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. شاركوا معايا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل والى وصفه مقبله بحول الله.